طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج. طب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. ولا يلبس خفين. توقفنا في درس أنا أريد أن أذكر أن نحن في قراءة الكتاب اللي في شرح الكتاب متنه الإمام القدوري وشرحه الإمام عبد الغني غنيمي. ويقول المصنف ولا يلبس خفين. يعني نحن كنا نتكلم عن الأشياء التي لا يجوز لك أن تلبسها، وقلنا ما هو يكون عادة يلبس لا يجوز لك أن تلبسه، لكن وإن أنت تلبس ما هو يلبس عادة لكن بطريق مخالف إلى لبسه يجوز لك أن تلبسه كما قلنا. ويقول ماذا؟ ولا يلبس خفين. لا يجوز لك أن تلبس ماذا؟ خفين. لماذا؟ لأنه يغطي فوق الكعب. لا يجوز إلا أن لا يجد نعلين. لكن في حال حينما أنت لا تستطيع أن تجد نعلين يجوز لك أن تلبس الخف بشرط. أنت ماذا تفعل؟ فيقطعهما، يعني تقطع ماذا؟ الخفين أسفل من الكعبين. أسفل من الكعبين حتى يكون كعبك مكشوفا. ما أي كعب؟ كعب هناك حينما يطلق كعب يقصد المكان الذي يعقد عليه الشروك. الشروك نعرفون الشروك حبل، يعني هذا المكان يقصد، ولذلك يجب عليكم أن تكشف وتقطع من هناك حتى يكون مكشوف الكعب، هذا المكان. تفهمون؟ وهو يكون كالناعل بالضبط، ناعل صندلي بالضبط. في هذا الحال يجوز، لا إشكال فيه، لكن أنت تقطع. وهذا حقيقة عمل ضروري. لماذا؟ لأن لا يوجد عندك نعل. لو كان عندك النعل لما أجازنا قطع الخوف. لماذا؟ لأنه إهدار وإسراف يعني. لكن أنت ذهبت إلى هذا العمل ضروري. ويقول والكعب هنا المفصل. المفصل هو مكان الذي يتصل في العضوان، يعني تفهمون، ويتحرك في هذا المكان. والمفصل الذي هو ماذا؟ في وسط القدم. وسط القدم أي وسط القدم عند معقد الشراك. أسفل كعبين، يعني كان يجب عليكم أن تقطعوا أسفل كعبين، أسفل هذا الشيء حتى يكون مكشوفا هذا المكان، يعني كالنعل بالضبط. وبعض العلماء قالوا يعني يجوز له أن يجعل، وإن يعني لا يستطيع أن يقطع، يجوز له أن يفعل ما هو في الفوق الكعب إلى الأسفل للأرض، كما هو أخذنا في كتاب الهدية العلية. يعني كأنك أنت نحن مثلا نلبس خزاءنا حينما نريد أن نذهب إلى مكان قريب هكذا، يعني نجعل ما أسفل الخزاء في أسفل القدم، تعرفون؟ يعني مثل هذا. ولا يغطي رأسه ولا وجهه. معروف، يعني لا يجوز لكم أن تغطي وجهكم ولا رأسكم. يعني تغطية المعهود أو تغطية المعهود. أمامنا معهود معتبر، يعني لا يجوز لك أن تغطي وجهك ما هو يغطى عادة كاملا. لكن إن أنت مثلا بقصد أن تدفع عن نفسك من الشمس والمطر أو وضعت على رأسك شيء هذا، ومع ذلك أنت فعلت بطريقة التي لا يعتبر أنك تفعل هذا عادة، لا إشكال فيه أصلا. ولذلك إتيان كلمة المعهود ومهم، كأنه يشير كما أنت تلبس عادة، هذا لا يجوز. أما لو حمل على رأسه أما لو حمل يعني وضع وهو كان حاملا لهذا، يعني حمل على رأسه عدل بر. عدل هو تعرفون بور حنطة يعني. وحنطة هو يكون في الإناء، وليس الإناء علب يسمى، يعني بور مشك
عد مشوك عفوا 10 مشوك، وإن تضع مثلا مشوك وباكيت إلى فوقك حتى هو يدفع رأسك من الشمس لا إشكال فيه. مثل هذه الأشياء يعني. وشبهه ما هو يشبه ذلك يعني، فلا شيء عليه يعني، لا شيء عليك من الدم، لأن ذلك لا يحصل بالمقصود من الارتقاء هو استعمال من الاستعمال. يعني مثلا أنت تستعمل عدلة لماذا؟ لأشياء أخرى. حينما أنت وضعت ما هو يستعمل لأشياء أخرى إلى رأسك، أنت ما فعلت ما هو يستعمل في شيء الذي هو يستعمل عادة، كما قلنا في السروال، بنطلون، قمصان، قميص. يعني هل يجوز لك أن تلبس قميصا بطريق العادة؟ لا، كما هو يلبس عادة. لكن وإن اتزرت مثلا قميصا، نعم، لا إشكال فيه. أو أخذت البنطلون رداء ارتديت مثلا، لا إشكال فيه. مفهوم كلام؟ ويقول الجوهر في كتاب الجوهر: ولا يمص طيب، لا يجوز لك أن تمص طيبا، يعني كما قلنا الطيب هو مسك. يجوز لك، نحن قلنا من المستحب أن تفعل طيبة قبل الإحرام، لكن لا يجوز أيضا، ليس معناه لا يجوز على الإطلاق. ويقول لا يجوز بحيث بوجه لازقة. ما معنى لازقة؟ يبقى أثره في جسدك. تفهمون الكلام؟ لا يجوز بهذا الطريق. لازق منه يعني من المسك أو من الطيبة، ماذا؟ بثوبه أو بدنه. لازق لصق، يلصق يعني. تفهمون الكلام؟ يلحق يعني. كمثلا استعمال الماء الورد لا يجوز. لماذا؟ والمسك لا يجوز لأنه يبقى في جسدك وغيره. ولا يحرق رأسه ولا شعر بدنه. نحن قلنا عن استحباب هذه الأشياء، نعم، لكن قول الإحرام. لماذا وكان في حكم مستحب؟ لأنك لا تستطيع أن تفعل بعض الإحرام، وإن هو يمتد إلى أيام طويلة. يعني يمكن أن ينمو شعرك إلى مكان الذي هو يكون غير مريح لك. ولذلك من المستحب أن تفعل كل شيء ما هو لا يفعل بعد ذلك. الشعر بدن، أي بدن أو أي شعر من بدنك لا يجوز، حتى قص الأظافر كما قلنا. ويستوي في ذلك إزالته بالموصى وغيره. بموصى، تعرفون موصى يعني، موصى هو تقريبا الماس يعني، وعندنا يسمى الماس بريدفا. الذي لا يبقي عندك الشعر أصلا يعني، ويجعل رأسك كأنك ولدت هكذا بدون شعر. لا يكون هناك علامة على كون شعر إلا لون رأسك، لأنه هو من كان عنده شعر يكون أسفل شعره أبيض. لما كان عنده منذ زمان، منذ ولادة شعر، ولون الرأس يكون تقريبا مناسبا إلى لون الوجه، لما كان عنده من زمان يعني. ولا يقص شيئا من لحيته، لا يجوز أيضا في وقت الإحرام، لأنه في معنى الحلق. وبعد أن قلنا لا يجوز له أن يحلق الشعر من بدنه، ألا هذا هو نفس المعنى. ولا من ظفر أظافر، لا يجوز له أن يقص من أظافره. ولا لما فيه من إزالة الشعث. لابد أن يكون يعني علامة الشعث. ما معنى علامة الشعث؟ يعني الحج هو معنى السفر كما قلنا. معنى السفر هو مشقة، ولذلك نحن قلنا أن نضم إلى نيتنا كلام يا الله يسر هذا الحج. ألا بالأمس تذكرون نحن قلنا هكذا. لماذا؟ لأن مشقة. وحقيقة في بعض الأوقات من المستحب أن تري أو تجعل نفسك كأنك تعبت وتحتاج إلى الله هكذا. شعث يسمى. نعم، عندك كل شيء وأنت تعبت. والشخص حينما هو يتعب ولا يستطيع أن يجد الحل إلى مشكلته وهو يتوجه إلى من؟ ولذلك نحن نقول في
في صلاة الاستسقاء. يعني مثلا أحد يريد أن يطلب من الله تعالى كيف المطر. علماؤنا يقولون يجب، ليس يجب، من المستحب أن يخرج كل أحد من بيته ليس بملابس جديد، ليس بملابس التي يشير على أن حاله جيد أو مش، لا، بالملابس التي يعني يشير على أنه تعب من عدم الماء، وحتى بالملابس التي هو لا يكون مكويا، يعني هو يكون هكذا قديما. يعني حتى من المستحب أن تخرج كل البهائم من مكانه في الشارع. لماذا؟ حتى يخرج صوته يعني أنتم تجعلوا حال أنكم تحتاجون إلى ماذا؟ إلى المطر، وتقولون يا الله شاذ. تفهمون كلام؟ وإن أنت تكون في حالة خصصت كل أظافرك، يعني سويت لحيتك وكنت تمشي يعني هناك بالملابس العادي، يعني تفهمون كلام؟ في بعض الأوقات هكذا. ولا يلبس ثوبا مسبوغا ورس، يعني مسبوغ ملون. ورس هو حقيقة شيء الذي كان يستعمل للتلوين في الماضي. عندنا الآن يوجد كالزعفران الذي يعطيك هو لون الأصفر، وأيضا مثل هذا. فهمتم كلام؟ بوزن فلس. ورس يعني كلمة بوزن الفلس هو يشير إلى وزن الورس. فلس ورس هو ماذا؟ نبت أصفر يزرع في اليمن، يعني هو غالبا يستعمل لأجل التلوين إلى اللون الأصفر. ويصبغ به، يعني يصبغ به، يلون به، لا يجوز. ولا بزعفران الذي أيضا يعطيك لون الأصفر، ولا بعصفر الذي هو يعطيك أظن اللون الأحمر على ما أذكر. لماذا لا يجوز هذه الأشياء؟ لأن لهذه الأشياء رائحة طيبة. نحن قبل ذلك قلنا لا يجوز لك أن تستعمل طيبة. تفهمون كلام؟ وأيضا لماذا لا جيد، يعني تفهمون؟ إلا أن يكون ما صبغ بها غسيلا لا ينقض. وإن يكون هو ملونا قبل ذلك، قبل دخولك إلى الإحرام، وهو مغسول مرة ولونه باقي في مكانه، معناه أنت أزلت الرائحة، واللون بنفسه لا يؤثر على الشيء. يعني لا تفوح رائحته، يعني لا تخرج هناك رائحته، وهو الأصح. هذا هو رأي أصح، لأن المنع للطيب لا للون. من الإسباغ، من التلوين. لماذا منعت شريعته؟ لماذا منعتكم شريعته من التلوين بالزعفران، بالورس أو بهذه الأشياء؟ بسبب كون رائحة عندها. وإن يكون رائحة إذن ذهب علة الحرمة أو علة النهي. يجوز لك أن تستعمل، كما نحن نقول لا يجوز لك أن تفعل البيع في وقت جمعة. لماذا؟ لأن هذا يسمى منهي عنه قبح لغيره، يعني منهي عنه قبحه لغيره، يعني هو منهي عنه بسبب آخر. وإن أنت تكون شخصا الذي لا يجب عليه أن يفعل الجمعة، هل أنت تدخل تحت هذا الحكم الذي لا يجوز له أن يفعل البيع؟ لا. تفهمون كلام؟ ذهبت رائحته، ذهب الحكم. ولا بأس أن يغتسل المحرم، كما قلنا الغسل في المكان الذي يجتمع الناس مستحب أصلا. ويدخل الحمام أيضا، دخول الحمام لا بأس به، لا إشكال فيه أصلا، لأنه طهارة كما قلنا، لأن هذه الأشياء يؤدي إلى الطهارة. فلا يمنع من العبد، لا يمنع من الطهارة خاصة في الوقت، عكس ويكون في حكم المستحب إن يكون هناك مكان يجتمع فيه الناس. تفهمون كلام؟ ولذلك نحن جعلنا مستحب من السنة أن تغتسل في وقت قبل الجمعة، من السنة من المستحب أن تغتسل قبل الذهاب إلى العيد،
من السنة أن تغتسل قبل الدخول إلى الإحرام. لماذا؟ لأن كل هذه الأشياء عبارة عن اجتماع الناس. ولذلك يعني العقل أيضا يفهم هذا. حينما أنت تريد أن تذهب إلى الضيف وفيه الناس يجتمعون، أنت أول ما يأتي إلى ذهنك ماذا أنت تقول؟ أغتسل حتى يكون رائحة عندك جيدة يعني. فلا يمنع. ويستظل بالبيت والفسطاط والمحمل. الفسطاط والمحمل عبارة عن كمثل انظر، عبارة عن مثلا أنت تذهب إلى كعب وإلى الحرم وإلى المكة نقول هكذا، ويمكن أن يكون هناك أشياء التي أنت تستأجر، وهذه الأشياء التي أنت تستأجرها يمكن أن يعمل أو يكون مسقوفة كمثل العربة مسقوفة. هل يجوز لك أن تستعمل مثل هذه الأشياء لتستظل؟ ما معنى تستظل؟ مستحب أن تبحث مكان ظل، أن لا تكون تحت الشمس يعني. تفهمون الكلام؟ أي يمكنكم أن تستعملوا لأجل ذلك فسطاط ومحمل وبالبيت، حتى بالبيت. مفهوم كلام؟ لا بأس يعني، في حكم لا بأس. محمل بوزن مجلس، محمل أظن إذا. وواحد محامل الحج. محامل الحج يعني ما هو يمكن أن يكون مسقوفا أو ما هو يحملك أو ما شابه، يعني من الأشياء التي يستعمل عند الحج. ما هو هذه العبارة تفيد معنى أن يعني يعني وإن تستظل وتبحث مكانا من أي شيء لا يكون فيه شيء، لا بأس به. الظل يبحث الظل هو شيء جيد يعني. هو يقول ماذا؟ ويشد في وسطه الهميان بالكسر، هميان يعني، وهو ما يوجد في الدراهم. ويشد على الوسط مثله المنطقة يعني. ما معنى هميان؟ هميان عندنا باللغة القزاقية كيف يكون؟ آميان. هذا يسمى صرة يعني في الفقه. يعني أنت تفعل ما هو يوضع إلى الداخل هي النقود، وإن مثلا تفعل في الوسط منطقة مكان هذا يقصد مكان هذا منطقة هو ما هم أنتم يعني تمسكون السراويل في هذا المكان، هذا يسمى منطقة. وإن تجعل مثلا هميانا في وسط منطقة في هذا المكان يجوز، لا بأس به، لا إشكال فيه. يعني لا يكون هذا كأنك لبست الشيء الذي يلبس عادة وما شابه، ليس من هذا الشأن يعني. تفهمون الكلام؟ يجوز لك أن تفعل، يجوز لك أن تفعل، يجوز لك أن تفعل، يجوز لك أن تفعل، لا إشكال فيه. تفهمون الكلام؟ هذا هو يقصد. مرة ثانية ويشد، لا بأس أن يشد في وسطه الهميان، هميان بالكسرة، يقرأ بالكسرة. ما هو؟ وهو كيف هو؟ وهو ما يجعل فيه الدراهم والشيء الذي يكون في داخله دراهم. ويشد على الوسط، وسط وكما قلنا إلى الوسط، ومثله المنطقة. ومثله منطقة يجوز لك أن تستعمل منطقة نفسه، لكن لا يجوز أن تستعمل كما أنت تستعمل عادة، أن تدخل ما هو يخرج من هناك من الحديد إلى سقبه. لكن يجوز لك أن تستعمل بطريق آخر، أن تعقد بطريق ما. تفهمون الكلام؟ وهذا الكلام ما وصل في هذا الكتاب، لكن وصل في كتاب آخر. هو يقول ماذا؟ لا يجوز لك أن تستعمل منطقة كما أنت تستعمل عادة. كيف أنتم مثلا يوجد عندك منطقة؟ لا نعم. أنت ماذا فعلت؟ نعم أنت يعني كما هو يستعمل عادة يعني. المهم أن تستعمل منطقة بطريق غير عادة، يعني أنت تعقد هناك بطريق ما. تفهمون الكلام؟ وأن يكون مثلا هناك منطقة وهو يتمسك في بنطلونك يعني بطريق إدخال الحديد إلى داخل السقف، إذن يجب عليك أن تخالف ذلك يعني وتستعمل بطريق آخر.
ويمكن أن يكون هناك منطقة ويتمسك في جسدك أو هو يمسك البنطلون ويوقظ بطريقة آخر. ليس شرط أن يكون كل منطقة بإدخال الحديد إلى داخل الساق، لا، يمكن أن يكون هناك مثلا الذي أنت تغلق هكذا، لا، أيضا يجب عليك أن تستعمل بطريقة التي يخالف العادة. ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالختمي. بالختمي هو عبارة عن الصابون الذي لها أو له رائح، مثل الشامبون يعني في زماننا. لا يجوز لكم، ما استعملتم حينما كنتم في الحج الشامبون لا يجوز. ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالختمين بكسر ختمي ويقول، لأنه نوع طيب كما قلنا، طيب وله رائحة، بسبب كون رائحة لا يجوز. وأن يكون هناك شيء الذي هو يستعمل للتنظيف بدون رائحة يجوز، لأن كل هذه الأشياء منهية بسبب رائحة. وكيف أنت تريد أن تري أو تجعل نفسك شعثا في شكل شعث ومع رائحة جميلة يعني. تفهمون الكلام؟ ولا لأنه يقتل الهوام من الرأس. لأن الختمين عادة يستعمل للقتل من الحشرات التي تكون في داخل رأسك. بيت، أو كيف يسمى باللغة الروسية؟ شفي؟ فشي. نعم. ونحن نعرف لا يجوز لك أن تقتل شيء ولو يكون هو من الحشرات في الجسد، لا يجوز، إلا يعني حيوانات معينة التي النبي صلى الله عليه وسلم سماها، لا يجوز حتى هذا الشيء. وإن قتلت يجب عليك أن تفعل جزاء على ذلك. وماذا أنت من المستحب أن تكثر ماذا؟ من التلبية ندبا، ومن المندوب يقول تكثر تلبية في كل مكان، ليس الشرط في المكان الذي عادة يجب عليك أن تقول، أو عادة الناس يقولون، أو يوجد هناك آثار من النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو قال في هذا المكان، ليس شرط. المهم أن تكثر، هذا مندوب. رافعا بها صوته من غير مبالغة. ترفع صوتك، ليس شديد جدا، أنت لا تبالغ في رفع صوتك، لكن ترفع صوتك أن يكون مسموعا، لكن لا تبالغ فيه. امرأة النساء ماذا يفعلن؟ النساء لا يرتفعن، لا يرفعن صوتهن أصلا يعني. هن يقولن هكذا لأن صوتهن يعتبر ماذا؟ عورة. عقيب صلوات من المندوب أن تكثر التلبية عقيب الصلوات، ولو تكون هذه الصلاة ماذا؟ نافلة. وكلما يعني من المندوب يكسر الصلوات بعد صلوات، تلبية بعد صلوات النوافل. إذا بعد صلوات المكتوبة أولى. حينما يقول أدنى ضمنا يقصد ما هو أولى أو فوق ذلك. وكلما على شرفا. ما معنى على شرفا؟ كل ما هو يصل إلى مكان مرتفع، إلى مكان مرتفع، أي مكان مرتفعا، أو هبط أو باديا. حين كل ما هو يصعد من مكان مرتفع أو يصل إلى مكان منخفض، أو لقي ركبانا، كل ما هو يقول يعني لقي أي جماعة، يعني حينما أنت تلقى جماعة أو ولو مشاة، يعني ما معناه؟ هو يستعمل كلمة ركبانا لأنه غالبا يعني هذا حسب استعمال ما هو يكون غالبا هناك، لأن في الماضي مثلا معظم الناس كانوا يفعلون حج ماذا؟ ركبانا راكبا يعني. لكن استعمال ركبانا هو قيد الاتفاقي. ما معنى قيد الاتفاقي؟ ليس الشرط أن تلقي سلام على من هو راكبا فقط، لا، يقصد ما هو أيضا يكون ماشيا. تفهمون الكلام؟
ما مشاهدة. وبالأسحار سحور في الصباح يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون في هذه الأحوال. مفهوم كلام؟ والتلبية يعني في الصباح، والتلبية في الإحرام على مثال الكبيرة في الصلاة، تكبيرة في الصلاة. ماذا هو يقصد؟ يا الله، فيؤتى بها عند انتقال من الحال إلى الحال. كمثل التلبية هو يشبه التكبير في الصلاة من جهتين. نحن نقول التلبية يجب عليك أن تفعل عند الدخول إلى الحرم، صحيح؟ صحيح. ويشبه تحريم التكبير الذي أنت تفعل عند الدخول إلى الصلاة. وبعد ذلك أنت تفعل التلبية حينما مثلا فعلت الركن أو من العمل إلى عمل أنت تفعل بينهما ماذا؟ التلبية. هو يشبه تكبير في الصلاة حينما أنت تنتقل من الركن إلى ركن، أنت لا تنتقل إلا بكلمة الله أكبر، ومثل هذا تلبية. فإذا دخل مكة نحن وصلنا حينما أنت تدخل إلى مكة، يعني أنهينا الإحرام، وصلنا إلى الدور إلى الوقت حينما أنت تدخل إلى مكة. ويقول إذا دخل المكة ابتداء بالمسجد الحرام. ويقول ماذا؟ ابتدأ بالمسجد الحرام، عفوا. حينما أنت تدخل مكة تبدأ بمسجد الحرام، يعني مكة هو أوسع من الحرام. يعني إذا دخلت مكة وأنت تبدأ من مسجد الحرام، يعني مباشرة تذهب إلى أين؟ إلى مسجد الحرام. بعدما يأمن على أمتعته. لكن هذا بعد أن فعلت مثلا، يمكن ليس يمكن غالبا يكون عندك من الزاد. ما من الزاد؟ ما هو أنت تحتاج في الطريق معك يعني، وأنت تدعو إلى مكان الذي يأمن هذه الأشياء، وبعد ذلك يمكنك أن تدخلها، لأن حفظ المال أيضا من أحد مقاصد الشريعة. لا يجوز لك، وإن لا يكون هناك الأمن هذه الأشياء يسقط منك الدخول. هذا يعني هذا الطلب، الدخول من مكة مباشرة. يعني هو يطلب منك بعد أن تكون متأكدا في أمن هذه الأشياء وتدخله. والداخل وأنت تدخل من أي باب؟ والداخل من باب السلام، من باب السلام. يوجد هناك باب السلام بأي شكل؟ خاشعا متواضعا، الذي هو يخالف طبيعتكم، متواضعا. ولولا تكونوا متواضعين في قزاقستان، لكن هناك في هذه اللحظة يجب عليكم أن تدخلوا إلى هذا الشكل يعني، ولو مؤقتا. بعد ذلك يمكنكم أن ترجعوا إلى حالكم الأصلي يعني. ملاحظا. ما معنى ملاحظا؟ ناظرا عظمة البيت. حينما تدخل ناظرا إلى عظمة البيت، يعني عزة البيت، نقول إلى البيت يعني، وشرفه، وكيف هو عظيم، وكيف هو شريف يعني. فإذا عاين البيت، وحينما أنت رأيت بعينك البيت، ماذا تفعل؟ تكبير، كبر الله تعالى الله تعالى الأكبر، وصفة أيضا الله تعالى الأكبر من كل كبير ثلاثة، يعني الله تعالى أكبر من كل كبير 3 مرات. الله تعالى أكبر من كل كبير، لأن البيت هو عظيم، أنت شعرت أنه عظيم، لا يذهب هناك ذهنك على البيت وأنت تؤكد أن الله تعالى صاحب هذا البيت يعني. وهل لا تقول لا إله إلا الله كذلك 3 مرات. معناه ما معنى التبرع عن عبادة غيره تعالى؟ حينما أتيت إلى الكعبة يرى حتى أن يتهم دين الإسلام من قبل الملحدين ومن قبل الكفار النصراني واليهود في زماننا. يعني سمعت هذا الكلام، كيف هم يقولون أنتم تقولون الإسلام يعني دين التوحيد. سمعت هذا الكلام، دين التوحيد. هم الذين يعبدون أصنام، صنم يعني، أوثانا. لماذا؟ كيف هم
يحولون حول الحجر. ألا هذا هو النفل عبادة الأصنام أوثان. نحن حقيقة نفعل أنه أمر الله تعالى، أنت لا تعبد الحجر، ولذلك يجب عليك أن تفعل ماذا؟ التبري عن عبادة غيره تعالى. يعني أنت تفعل، تؤكد نيتك أنك لا تفعل هذا إلا لأجل الله تعالى. هذه عبادة لأجل الله تعالى، ليس مكان بنفسه فيه فضل، يعني من قبل المكان. يعني أقصد، فهمتم كلامي؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن درجة الصلاة التي أديت في داخل مكة هو أكثر من الأماكن الأخرى؟ هل هذا يشير على فضل المكان؟ نحن نقول لا، هذا المكان فضل، لكن ليس فضل بسبب عين هذا المكان، وفضل بسبب غيره. ما هو؟ كون بيت مثلا كعبة، أو كون النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، لأن قبل ذلك هو كان مكانا عاديا قبل إتيان إلى هذا المكان هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام مثلا. ولذلك عندنا حكم حينما أنت تقول يا زوجتي حينما نأتي إلى مكة أنت طالقة، ويقول هذا الطلاق يقع مباشرة بدون أن ينتظر إتيان إلى مكة. لماذا؟ لأن لا فضل بين الأماكن. يعني هنا طلاق لا فرق، لا فضل. فضل يمكن أن يكون في الوقت، مثلا أنت تقول لزوجتي أنت طالقة بعد أن يأتي غدا مثلا، هي لا تكون طالقة مباشرة قبل أن يأتي غد. لكن وإن أنت تعلق بالمكان، علماء يقولون لا، هو يقع مباشرة. لماذا؟ لأن لا فضل بين الأماكن. لماذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى فضل الصلاة التي أوديت في داخل مكة مدينة وقدس؟ نحن نقول بسبب غيره، كون هذه الأشياء ليس مكان نفسه. تفهمون كلام؟ أوه. أين؟ ولذلك بعض الناس حينما جعلوا معرفة حق مثلا حتى في دين الإسلام بين الفرق التي انتشرت أو تفرعت من دين الإسلام بكلام من هو يتمسك الناس في داخل مكة، هذا هو الدين الحقيقة. لا يوجد سبب تصديق لكلام هذا الرجل. وكون المكان لا يمكن أن يكون شيئا الذي يقول لك أين حق وأين غير حق. ما لا فضل له. يمكن أن يقول لنا إذا الإمام مالك لماذا هو كان أحد من مصادر الأحكام عنده كان عمل أهل المدينة؟ نحن نقول هذا هو يشير على عدم الفضل، لأن لو كان للأماكن فضل لكان أولا عمل أهل مكة أولى من أهل المدينة. أول والثاني. نعم، يعتبر من قبل إمام مالك الناس الذين يسكنون في مكان معين كأحد من مصادر للأحكام، وكان في وقت حينما كان هذه العلة. ما هو علة اعتبار أعمال من يسكن في هذا المكان، حينما كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الذين كانوا يرون أصحابه كانوا يعيشون في داخل مدينة. أن الإمام مالك كان يسكن في هذا الوقت. الآن وإن نقول مثلا يعيشون أو سيطرة هناك في المدينة وفي كيف يعني في المدينة وفي مكة وعند السلفيين، هذا لا يشير على حق طريقة سلفيين ولا وهابيين. لا يكون، لأن لمكان ليس فضل. تفهمون الكلام؟ هذا ليس الشيء الذي يعطيك نعم حق ومعرفة الحق. كما نحن نستطيع أن نقول في القرون الماضية كما يقول لنا التاريخ، كان هناك الوقت حينما كان سيطرة المسلمين خلافة يعني في يد المعتزلة، وفي هذا الوقت كان
عند سيطرة المعتزلة كعبة مع المدينة، وعفوا مكة مع المدينة. هل تقول هذا أن في هذا الوقت المعتزلة كان حول طريق الحق؟ تفهمون كلام؟ كل هذه الأشياء يخرج من كلام ماذا؟ لا فضل لمكانه. أين؟ ويلزمه التبري عن مالك البيت. المرة الثاني؟ ويلزمه التبري وهل نعم التبرع كما قلنا صحيح. ويلزمه التبرع عن عبادة البيت المشرف. يلزمه ماذا؟ يلزمه تبرع. يجب عليك أن، يعني كيف نقول، يجب عليك أن تزيل النية على أنك تريد أن تعبد البيت المشرف. لا، عياذ بالله، أن تكون بعيدا من هذا الرأي. بيت وبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أشار لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى وأفضل لي يعني من أغضب أحد أن أعتل الكعبة، يعني مكان تغضب أحد تغضب أحد، أفضل لك أن تفسد البيت. مكان أن تجعل أحد غاضبا لك أفضل لك ماذا؟ تفسد البيت. مثلا عمر حينما قال يا حجر لو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تقبيلا لما فعلت أيضا أنا، لأنك ليس شيء إلا حجر. تفهمون كلام؟ يا الله. ودعاء بما ماذا أنت تفعل بعد ذلك؟ أنت تفعل الدعاء بما أنت تحب، تسأل كل شيء. رأيتم الفيديو الذي انتشر في الواتساب؟ أحد هناك يطلب مال يعني حقيقة هو يطلب، هو يفعل ما هو مطلوب منه، يعني هو يطلب ما هو يحبه، ليس معناه أنه لا يطلب، لكن هو وجد هذا المكان فرصة لا إشكال فيه أصلا. يعني ممكن كان الرجل الذي هو جعل نصيحة لهذا الرجل، ممكن هو جعل نصيحة من قبل أن أفضل لك أن تطلب ما هو في الآخرة، ليس من قبل أن لا يجوز لك أن تطلب هكذا. لا يجوز أن تقول لأحد لا تطلب من الله تعالى النقود. لا، عكس، لابد أن يطلب النقود من الله تعالى. لا يطلب من أحد إلا من الله تعالى. ما معنى لا تطلب الدنيا من الله تعالى؟ لا، اطلب من الله تعالى. يعني من هو أحق أن يطلب منه الدنيا؟ الله تعالى. تفهمون كلام؟ وحينما أحد يقول لا تطلب من الله الدنيا، ممكن هو يقصد يعني يجب عليك أن تخجل من الله تعالى أن تطلب منه الدنيا، لكن لا يمكن أن يكون هذا ناهيا. لا يجوز لك أن تطلب الدنيا من الله. لا، يجب عليك أن تطلب من الله دنيا، ليس من شخص أو ليس من شيء من ذات آخر. تفهمون كلام؟ الله هو الذي يستحق أن يطلب منه، ليس يطلب، يدعى منه. والطلب ليس في معنى الطلب، طلب في معنى نحن نسأل من الله تعالى. ويقول ماذا؟ فإنه من أرجى مواضع الإجابة. يعني هو فإنه من أرجى مواضع الإجابة. معنى عندك رجاء في كون الدعاء مستجابة، صحيح؟ أكثر رجاء مكان الذي دعاؤك يكون مستجاب، هذا هو. وهذا يمكن أن يكون من أرجى، من ليس من أرجى. عندكم هناك ماذا بالألف مقصورة يعني بالهمزة، يعني إذا من أرجى، هذا من يفعل رجاء أن يكون دعاؤه مقبولا. من أرجى فعل يعني وحسب الخطأ، يعني مثلا عندي مكتوب كأنه أرجى الأفضل يعني في التفضيل، لكن عندكم أظن هو مكتوب بألف مقصورة، هو يكون في معنى ماذا؟ فعل. من هو من أرجع مثل فاعل يرجع الذي ضمير
مستطير يرجع إلى من يعني أرجع من هو يفعل رجاء. مفهوم كلام؟ لكن أظن هو اسم تفضيل أفضل يعني. ومن أرجى المكان في مواضع الإجابة. ثم أخذ بالطواف. أخذ يعني بدأ بالطواف، لأنه تحية البيت. ما معنى؟ عندنا 3 من أنواع الطواف: طواف القدوم، طواف الزيارة، وطواف الوداع. وأنت تبدأ بالطواف. لماذا؟ لأنه طواف القدوم ليست من طواف الذي يعتبر ركنا. ويقول ماذا؟ طواف التحية ما لم يخف فوت المكتوبة والجماعة. أنت تفعل طواف القدوم إن لا يكون هناك الخطر خطر ببالك أن يمكن أن يفوت صلاة الجماعة أو فرض منك. إذا أنت تترك طواف القدوم. لماذا؟ لأنه في حكم السنة، ليس بواجب. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم ابتدأ بالحجر. أنت يعني حينما تبدأ الطواف من أي مكان؟ بجوار الحجر الأسود. فاستقبله. أنت ماذا تفعل؟ تنظر إلى القبلة، إلى الكعبة. لا يوجد هناك قبلة إلى الكعبة يعني. وكبر وهلل ورفع يديه مع التكبير. ترفع. بعضهم يقولون هكذا، بعضهم يقولون هكذا يعني. كرفعهما في الصلاة للصلاة. واستلمه بباطن كفيه وقبله. استلمه هكذا كحجر الأسود وقبله إن يستطيع، وإن يكون يسيرا بينهما. يعني أنت تستلم، تضع القدم تضع يديك على الحجر الأسود وبينهما ماذا تفعل؟ نقابله. أين؟ من غير أن بينهما، قبل بينهما. إن تستطيع أن تفعل يكون يسيرا، لكن بشرط بغير أن يؤذي أحدا، بدون أن تفعل إذا ضرر لأحد حينما أنت تأذن. وإن أنت تنظر إلى الناس في زماننا يمكنك أن ترى كيف هم جعلوا غرضا أن يصل إلى هذا المكان بدون أن تنظر هل هو يفعل ضرر لأحد أو لا. لا، أفضل غرض الذي لابد أن يراعي هو أن لا تفعل ضرر، وبعد ذلك التقبيل. ولا تستطيع أن تفعل التقبيل إلا أن تفعل الضرر لأحد. اترك هذا يعني، اترك هذا، لأن عدم الفعل الضرر هو في حكم الفرض، والتقبيل هو يعني من السنة، حتى من المستحب من السنة يعني. لماذا؟ لأنه سنة، والترك الإيذاء واجب. فإن لم يقدر يدع، وإن أنت لا تستطيع أن تقبل يكفي لك أن تضع يديك، يكفي هذا. يدعهما يعني يدع كفيه، ثم يقبلهما أو إحداهما، ثم بعد الوضع تأخذ كفيك وتقبل كفيك. وإما يكفي أن تقابل كفة واحدة، وإن لا تستطيع أن تنحني وتقابل بنفسك يعني. وإن أنت لا تستطيع أن تفعل حتى هذا، ماذا أنت تفعل؟ يمسه شيئا في يده ثم يقبله. يعني أنت وأن يكون عندك عصا، أنت تمس العصا إلى حجر الأسود، وبعد ذلك ماذا؟ تقبل هذا العصا. وإن أنت لا تستطيع أن تفعل حتى هذا، ماذا تفعل؟ أشار إليه بباطن كفيه، تشير كأنه وضعهما وكأنك وضعتهما هكذا، وبعد ذلك تقبل كفيك. كم وقت المجلس؟ ساعة تقريبا. نتوقف. الحمد لله رب العالمين.